يا صباح الهنا عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. انا عارفه طبعا جاي لكم النهارده الصبح مختلفه تماما. آم، زي ما انتم شايفين كده. فقلت بقى النهارده هعمل معاكم حاجه حلوه قوي. مش حاجه حلوه اكل، يعني هي حاجه لذيذه كده. بنسميها عندنا في الفطار. لما طبعا بنكون مأزمه بينا الدنيا ومفيش فطار في البيت وفي عندنا عيش ناشف، هقول لكم بقى وصفه تحفه ان شاء الله تعجبكم. وصفه السخينه. يعني ايه السخينة يا ريهام؟ يعني ايه سخينة؟ احنا عارفين يعني السخنة والحاجات دي. بس ايه الكلام ده؟ لو عندك عيش ناشف وعندك شوية لبن ومعلقة سمنة صغيرة قوي وحبة مية سخنين، هقولك على أحلى وصفة وأسهل وصفة ممكن نعملها مع بعض. وصفة السخينة دي مشهورين جدا بيها جدا في اسكندرية، وأكيد يعني في مناطق تانية أكيد عارفينها برضو. يعني هي يعني زي ما نقول كده تراثية شوية، قديمة شوية. لما نكون ما عندناش فطار في البيت وعايزين نعمل وجبة أكل حلوة ومفيدة كمان وفيها لبن، وبجد قد إيه طعمها حلو جدا. ويا رب إن شاء الله تعجبكم ولما تجربوها. ويلا بينا مع بعض على مطبخنا. طبق السخينة ده طبعا انتوا أكيد مستغربينه وشكله غريب، بس حقيقة لو جربتوه عمركم ما هتندموا أبدا. السمنة البلدي اللي فيه، لو سمنة بلدي حقيقي، هيوديه في طعم تاني خالص. نبدأ بقى أول حاجة العيش الناشف. طبعا العيش الناشف هتقولي لي ممكن نبدله بعيش تاني، هقول لكم مش هينفع، لأن العيش الناشف بيمسك نفسه كويس قوي مع المية، ما بيبوش ما بيتبلش قوي. بيبقى محتفظ بشكله. فهو ده العيش، أنا قطعته طبعا قطع صغيرة زي ما انتم شايفين كده. واللي بيبقى احلى واحلى القعر بتاع العيش، مش اللي فوق. اللي فوق ممكن يعني ايه نقول يدبل زيادة شوية، لكن مش ان هو يدوب خالص، ان هو يبوش يعني، لا. دول كانوا تقريبا رغيف. طبعا بتضاعف الكمية على حسب عدد الأسرة عندك اللي بيحب طبعا. وهسيبه على جنب. هجيب حلة ربع، نقول ربع كوباية مية أو 3/4 كوباية مية. ما نكترش المية خالص. حاجة بسيطة قوي، ولو احتاجت ممكن نزود شوية من المية السخنة من الكاتل عادي. نزلت طبعا عليهم المية، طبعا لازم تغلي تمام. هنزل عليهم بالسكر اللي انتوا عايزينه. حابينه محلي قوي هتزودوا، حابينه وسط زي ما تحبوا. طبعا السكر ده حسب اختياركم. بقلب بقى السكر مع المية، بسيبها لحد ما تغلي تمام. وزي ما قلت لكم الميه ما نكترهاش عشان العيش ما يروحش خالص مننا. ولازم طبعا تكون كميه العيش كبيره تمام. وبعد كده ببدأ بقى اقلب كويس، يعني حبه حلوين كده. لغايه ما العيش يتشرب الميه، يعني بقدر الامكان. مش هقول لكم الميه تتشرب خالص، لا، بيبقى فيها شويه من الميه لكن مش كتير. ما ننساش طبعا معلقة السمنة بتاعتنا. وزي ما قلت لكم السمنة البلدي هتوديها في مكان تاني خالص. معلقة صغيرة خالص تمام. وبعد كده بقى برضو هسيبها شوية على النار، واقلب شوية كمان اكتر واكتر، لحد ما ايه بحس كده ان العيش اتشرب المية. وبصوا العيش ما فرولش مني ولا حاجة، زي ما هو، ما تقلقوش خالص. بس اهم حاجة يكون عيش ناشف. وبافضل أقلّبه. تقريبًا كده أكلتنا خلصت. طبعًا في الوقت ده أنا باسخّن لبن. آمم شوية لبن على النار. ممكن لبن ساقع، لإن كده العيش سخن، كُلّه نازل من على النار. لمّا بانزل بيه اللبن بيبقى بيبرّده شوية. هاغرف بقى في الطبق. قولوا لي من أي دولة، لو عندكم الوجبة دي اسمها إيه. ولو في مصر مش عارفينها اعملوها بجد هتعجبكم أوي. هانزل بقى باللبن، أنا سخّنته صراحةً، سخّنت شوية لبن حلوين، وهانزل بيه سخن طبعًا على السخينة. وبألف هنا وشفا، بجد جربوها، وجبة فطار حلوة جميلة مختلفة خالص. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. يلا باي باي.